السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بافضل صحة وحال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض التورتيه القمر دي، نص شوكولاتة ونص فانيليا. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا عملتها ازاي. لكن قبل ما نبدأ اعملوا لايك لدعم الفيديو. بشوف كومنتس كتير، لكن يبدو انه اللي بيكتب الكومنت بينسى يحط لايك، فعشان كده ارجو فضلا وليس امرا ان انتوا ما تنسوش تعملوا اللايك لدعم الفيديو وسرعة انتشاره. واللي ما اشتركش طبعا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصلوا جديدي اول باول. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ بعمل الكيك. التورته دي مقاس 26. هنحتاج لعمل جزء الفانيليا ربع كيلو دي اسبونج فانيليا، و50 جرام ميه، و3 عدد بيض. هحط كل المكونات دي مع بعض، وهضيف كمان حوالي نقطتين 3 من الفانيليا، وهضرب كل المكونات دي بالمضرب الكهربائي لمدة حوالي 15 دقيقة. طبعا ممكن ما شغلش المضرب بتاعي 15 دقيقة متواصلة، ممكن 5 دقايق ورايح شوية، 5 دقايق ورايح شوية، وهكذا. اهم حاجة يكون الضرب في اتجاه واحد عشان ما طلعش الهواء من الكيك. وده شكل الكيك بعد ما انضرب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبتدي دلوقتي نعمل جزء الشوكولاتة بنفس الطريقة ونفس المكونات. هاخد ربع كيلو من دي سبونج شوكولاتة، وعليهم 50 جرام من المية، وعليهم 3 بيضات، وهضربهم لمدة 15 دقيقة في المضرب الكهربائي بنفس الطريقة. وده كان شكل الكيك بعد الضرب. ودلوقتي هفضي الكيك في الوعاء اللي هدخله الفرن. هنا دي عندي حلة تيفال مقاس 26. حطيت في الأرضية ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعندي هنا قطعة من الكرتون هحطها في نص الحلة بالشكل ده كده. وبعد كده هصب خليط الفانيليا في جهة، وهصب خليط الشوكولاتة في الجهة التانية. وبعد كده هشيل قطعة الكرتون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل الكيك بتاعي الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط لمدة نص ساعة تقريبا. وبعد كده هفتح عليه وهختبره بخلة أسنان. لو الخلة طلعت نظيفة معنى كده إن الكيك استوى وهطفي عليه. أما لو الخلة طلعت مش نظيفة معناها إن الكيك لسه نايم من جوه. هسيبه كمان ربع ساعة وبعد كده هطفي عليه. بعد ما الكيك بتاعي ما استوى بالشكل ده هقلبه دلوقتي على شبكة علشان يبرد شوية. وبعد ما يبرد هبتدي ان انا احطه جوه كيس واقفله كويس. لو انتي هتعملي التورته بعد يوم او يومين ممكن تحتفظي بيه ممكن تحتفظي بالكيك في التلاجة من تحت. اما لو مثلا هتعمليها بعد اسبوع اسبوعين ممكن شهر كمان ممكن تحتفظي بيه في الفريزر عادي جدا. وده الكيك بتاعي بعد مرور يوم في التلاجة. اول حاجة هنعملها هشيل الطبقة اللي فوق دي بالشكل ده. الطبقة دي بيبقى فيها زفارة البيض علشان كده لازم تتشال. بعد ما هشيلها هبتدي ان انا اقسم الكيك بتاعي. انا هقسم الكيك ل3 طبقات. انا ما عنديش منشار لتقطيع الكيك فاقطعه بالخيط. الجزء ده من الفيديو للاسف ما تصورش، بس جبته من فيديو قديم عندي. هعمل علامة في الكيك بالسكينة على حسب السمك اللي انا محدداه للطبقة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده همشي بالسكينة داير ما يدور على الكيك. وبعد كده هدخل الخيط مكان العلامة اللي انا عملتها بالسكينة بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي ان انا اشد الخيط بالراحة بالشكل ده فتنقطع الطبقة بتاعتي بكل سهولة. وبالشكل ده هعمل ال3 طبقات بتوعي.
ودلوقتي هبتدي احشي طبقات الكيك بتاعتي. هحط جزء بسيط من الكريم شانتيه على القاعدة بتاعتي علشان يثبت التورتة وما تتحركش من فوق القاعدة بالشكل ده كده. وبعد كده هحط اول طبقة عندي، وبعدين هسقيها بشربات خفيف بالشكل ده، وهضيف عليها دلوقتي الكريمة وهسويها زي ما انتوا شايفين. بالنسبة للحشوة أنا هضيف للجزء الشوكولاتة حشوة الكريز بالشكل ده كده، وبالنسبة لجزء الفانيليا هضيف صوص الفراولة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هضيف فوقه شوكولات شيبس، وبعد كده هضيف الطبقة التانية بالشكل ده كده. وبنفس الطريقة حبايبي هحشي الطبقة التانية. هضيف الأول الشربات الخفيف، وبعد كده هضيف الكريم شانتيه، وبعد كده هضيف الحشوة الكريز والفراولة والشوكولات شيبس بالشكل ده، وبعدين هضيف الطبقة الأخيرة. واهم حاجة تكون الطبقة الاخيرة هي ارضية الكيك، لانها بتكون مستوية وما بتتفتتش، وبالتالي اقدر افرد عليها الكريمة بسهولة. هسقيها الاول بالسيرب الخفيف او الشربات الخفيف، وبعد كده هبتدي ان انا اجلس الكيك او احط عليه كفر خفيف من الكريم شانتيه بالشكل ده كده باستخدام سباتولا او سكرابر. علشان انعم سطح الكيك بلف السكرابر على سطح الكيك، واي زيادة بشيلها واغسل السكرابر بمية سخنة وارجع استخدمه تاني، واشيل الزيادات واغسله بمية سخنة، وهكذا لحد ما سطح الكيك ما ينعم معايا ويستوي خالص. بعد كده ببتدي ان انا احط الكيك في التلاجة. ممكن اقعدها من 2 ل3 ساعات علشان الكريمة تسقع معايا وتثبت على الكيك كويس. وممكن كمان تسيبيها لتاني يوم وتبتدي تزيين فيها، مفيش مشكلة خالص. بعد كده هطلعها من التلاجة وهبتدي ان انا ازين وشها. هحط على الجزء الشوكولاتة جناش شوكولاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هسيبها لحد ما تصفي الزيادة من الجناش في الصينية بالشكل ده كده، وبعد كده هبتدي ان انا اخد الكيك بتاعتي واحطها في التلاجة لمدة ساعة لحد ما الجناش ما يسقع ويمسك على الكيك كويس، وبعد كده هطلعها واكمل تزيين الكيك. هحط دلوقتي روزيتات من الكريم شانتيه تفصل جزء الشوكولاتة عن جزء الفانيليا، وهضيف عليهم كريسبي شوكولاتة بالشكل ده. هضيف على جزء الشوكولاتة روزيتات كريم شانتيه فانيليا وهزينها بالكريز. بالنسبة لجزء الفانيليا هزينه بالفاكهة. هضيف شرايح من التفاح بالشكل ده، وبعد كده هضيف شرايح من كمبوت الأناناس، وهضيف كمان شرايح من الكيوي وشرايح من كمبوت الخوخ. بالنسبة للتزيين طبعا بيكون على حسب الفواكه المتوفرة عندك وانتم بتحبوا ايه. وفي النهاية هضيف انصاف من الكريز بالشكل ده، وهغطي الفاكهة طبعا بجيلي تلميع شفاف علشان احافظ عليها من الاكسدة وانها ما تسودش معايا او تغمق. وهزين الكيك من تحت داير ما يدور بروزيتات من الكريم شانتيه الفانيليا بالشكل ده كده. وبعد كده هكتب بالشوكولاته البيضاء هابي بيرثداي. طبعا انا مش محترفه قوي في الكتابه بالشوكولاته، وده كان الشكل النهائي للتورته بتاعتي. اتمنى انها تعجبكم وانه ما اكونش قطلت عليكم. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد مني باذن الله. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. دمتم في حفظ الله وامنه في كي كيتشن.